يعني انت شايف ان انت تاخد سي سي ان ايه وام سي اس ايه وتشتغل على طول؟ يا عم ماشي، ربنا معاك، انت احسن يا عم. مش مهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي ولا بيتصلح ازاي، يا عم ماشي ربنا معاك، انت اجمد يا عم. وانت شايف انك بعد ما تخلص سي سي ان ايه وام سي اس ايه هتروح تشتغل تمسك سويتشات وتعمل كونفيجريشن عليها على طول؟ يا عم ماشي ربنا معاك يا عم. وانت اللي مقضيها على الويندوز سيرفر على الفي ام بتاعت الجهاز بتاعك، شايف ان انت خلاص خربت الدنيا؟ بعد ما تخلص هتجري على طول تشتغل في اي شركه وتمسك سيرفرات بقى وتقعد تبوظ بقى في البرميشنز والاو يوز بقى وتعيش بقى، ما انت راجل مهندس دلوقتي. يا عم انت جامد ربنا معاك يا عم. وصاحبنا اللي قاعد ساكت هناك ده صاحبنا اللي قاعد ساكت هناك ده اللي مخلص سي ان اي وام سي اس اي وفاير وول وما اشتغلش، بس هو شايف ان هو مش هينفع يشتغل هيلب ديسك، لازم يشتغل حاجه على طول عاليه، لانه راجل ضيع حياته كلها في كورسات ادفانسد جدا وراجل فشيخ، ومش اقل من مرتب 50000 جنيه في الشهر. مش هينفع، مش هعرف اشتغل باقل من الرقم ده. يا عم ربنا معاك، انت جامد يا عم. يا جدعان، حد لسه عنده حاجه عايز يقولها؟ افتكرت الواد بتاع سنه اولى كليه اللي بياخد كورس سايبر سيكيورتي وشايف نفسه هيتخرج من الكليه يشتغل بلو تيم ولا ريد تيم ولا ضحك تيم. يا عم انت جامد ربنا معاك، كمل في الدبلومه اللي انت فيها يا عم.